عندنا ديانج هيلعب ولا مش هيلعب؟ هيلحق مباراة القمة ولا مش هيلحق مباراة القمة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب عمرو الأهلاوي في كل مكان. قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش الشير والاشتراك واللايك الجميل بتاعكم في القناة عشان يوصلكم كل جديد، وده عمل لأخوكم عمرو الأهلاوي. ديانج هيلحق القمة ولا مش هيلحق؟ ديانج دفع المبلغ مع مجلس إدارة الأهلي وحط في حساب الوكيل. دفع المبلغ فعلا. طيب ايه اللي موقف الدنيا؟ الأهلي بعت إيصال الإيداع لاتحاد الكورة عشان يخاطب الفيفا برفع القيد قبل مباراة الخميس. الكلام ده من امبارح. وكمان مشي في طريق تاني إن بعت كمان إيصال الإيداع للوكيل اللاعب عشان برضه يخاطب من ناحية تانية الفيفا لرفع القيد قبل مباراة القمة. لحد الآن مفيش أي جديد راح للنادي الأهلي أو وصل خطاب برفع القيد من الفيفا أو من اتحاد الكورة. قالوا ديانج موجود في التدريبات، الأهلي عنده فرصة قبل المباراة حتى بساعة. فلسه عندنا النهاردة ولسه عندنا كمان بكرة باليوم كله برفع القيد. لكن لحد دلوقتي ديانج خارج حسابات النادي الاهلي لو ما جاش خطاب الفيفا، لان الاهلي مش هيجازف وان لاعب ديانج عشان ما يحصلش اي عقوبات على النادي الاهلي. الخبر التاني اللي عندنا، الاهلي احتفل بالدوري كان عنده ارقام قياسيه يحتفل بيها الاهلي ويحققها لنفسه مستر كورر ولإدارة الأهلي ولاعيبته. الأهلي حصل على 5 بطولات في موسم واحد. موسم إيه؟ ده الموسم ما خلص، ده في حوالي 9 أو 10 شهور. حصل على 2 سوبر مصري، حصل على الدوري، حصل على دوري أبطال أفريقيا، حصل على كأس مصر. 5 بطولات ولسه كمان عنده بطولتين. مستر كورر هيكتب تاريخ كبير لنفسه واعترافها بلسانه ان انا ما حققتش تاريخ في حياتي التدريبيه زي ما حققته مع النادي الاهلي ولسه هحققه مع النادي الاهلي. نفس القصه مع اللعيبه عندها فرصه في موسم استثنائي تكتب تاريخ لنفسها. كتبت بس لسه هتكتب تاني. الاهلي اول فريق ما خسرش ولا مباراه، في الدوري، فاز في كل مباراه وما خسرش. الاهلي اقوى خط هجوم في الدوري لحد الان واقوى خط دفاع، سجل 54 هدف ودخل مرماه 7 اهداف. ارقام يا جماعه في الاهلي، ومين غيره يفرحنا ومين غيره نشجعه غير الاهلي، من غيره يسعدنا. الاهلي كبير وكما انت كبير يا اهلي. الخبر اللي بعد كده عندنا وهو امام عاشور. ايه اللي عطل الصفقه لحد دلوقتي ما اتعلنش رسمي؟ امام عاشور وقع نقدر نقول وقع. كنا بنتكلم كان في توقيع 4 مواسم، لا وقع وتم تأكيد 5 مواسم. 5 مواسم للناس اللي مش طايقة إمام عاشور ولا طايقة الأهلي ولا طايقة إن يلبس تيشيرت الأهلي. 5 مواسم. طب إيه اللي معطل الصفقة؟ وهي التفاوض مع ميدلاند الفريق الدنماركي اللي فيه إمام عاشور حاليا. الأهلي بعت عرض رسمي ب 2 مليون و800 ألف دولار. ده العرض اللي بعد. طبعا كان الفريق الدنماركي عايز الفلوس اللي دفعها في ديانج، فهو دفع 3 مليون دولار، فهو كان بيتكلم في 3 مليون ونص دولار. فالاهلي بعت 2 مليون و800 الف دولار. فبيقول لك لا انا عايز الفلوس على اللي انا دفعتها، فهو واقفه المبلغ دلوقتي على 800 او 700 الف دولار. فالاهلي بيحاول يقلل المبلغ على قد ما يقدر، بس ان شاء الله حاجات بسيطه وهيتم الانتهاء منها والاعلان رسمي لامام عاشور. وامام عاشور اتصور فعلا بتيشيرت النادي الاهلي وان هو اهلاوي
بنسبة 100%، إلا لا قدر الله لو حصل اختلاف مع الجانب الآخر وهو ميتلاند مش مع أي حد تاني. الإمام عاشور مخلصين معاه كل حاجة. مكالمة ميدو المفبركة لإمام عاشور، الإمام عاشور المفبركة فعلا، من الخيال، قصة من الخيال. صحينا امبارح على مكالمة ميدو لإمام عاشور وإن اتحايل عليه عشان يجي النادي الأهلي أو يسوق سمعته للجمهور الزملكاوي، وإن يوصل لجمهور الزمالك إن هو عمل اللي عليه هو مجلس إدارته مع إمام عاشور، وإمام يا جماعة مش عايز يجي، انسوه خلاص، إن في شياط جوه نادي الزمالك ومسؤولين نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ان ازاي امام عاشور يلبس تيشيرت نادي الاهلي. ما انتوا بعتوه يا جماعه، انتوا بعتوه. ايه اللي مضايقكم؟ الغل اللي جواكم ده. تفاصيل مكالمه امام ميدو لامام عاشور. امام ميدو قال لامام عاشور اطلع اعلن ان انت عايز تيجي نادي الزمالك وانا هقف معاك ومجلس اداره هقف معاك ومالكش دعوه، هنخلصك مع فريق الدنمارك. بس زي ما انت قلت انا ماشي ومش هكمل، اطلع اعلن ان انت عايز تيجي الزمالك. رد عليه على كلام بس ميدو، مفيش حاجه حصلت. رد عليه عاشور قال له انا جاي لي عروض من مصر كتير من انديه كبيره وعرض عليا مبالغ كبيره، قولوا عرضكم لو عجبني هاجيلكم. رد عليه ميدو قال له لا احنا مش هنخش الحرب ديت ومالناش فيها، عايز تيجي الزمالك تعالى خش، احنا مش هنخش في مزايده، احنا معناش، ركزوا جنب، معناش فلوس ندفع ونخش في مزايده، فعايز تيجي اطلع اعلن ان انت عايز تيجي نادي الزمالك واحنا هنقف معاك ونجيبك وهنرضيك باللي احنا هنشوفه. طبعا الكلام ده ما حصلش خالص على الاطلاق. مكالمه مفبركه هدفها كله زي ما قلت لكم ان مجلس اداره الزمالك وميدو يطلعوا بشكل كويس قدام جمهورهم، وان كمان يهدوا جمهورهم على موضوع عاشور، ان فعلا جمهوره عامل قلبان وشياط وضجه جامده لمجلس الاداره ازاي بعتوا امام عاشور وازاي سبتوه وازاي ما عملتوش بند في العقد ان يرجع على الزمالك وي الكلام ده كله. فدي مكالمه ميدو المفبركه. الخبر اللي بعد كده عندنا هو مصطفى فتحي. مصطفى فتحي اتكلمت في الحلقه اللي فاتت وقلت لكم يا جماعه انا مش هتكلم عن مصطفى فتحي الا لما اشوف واتاكد من حاجه رسمي كله سمعناها على السوشيال ميديا ان في تفاوض بين الاهلي وبين مصطفى فتحي وفريق التعاون. مستر كولر عجب مصطفى فتحي؟ عجب مصطفى فتحي وطلب التعاقد معاه كجناح قوي موجود في النادي الاهلي، وفعلا بدا التفاوض معاه كمصطفى فتحي. مصطفى فتحي نهاها وقال انا مكمل في بيراميدز ومرتاح في بيراميدز ومش هقدر اسيب بيراميدز وهكمل معاه. وبيراميدز فعلا هيفعل بند الشراء، بس تاخيره كله انه بيحاول يقلل المبلغ، لان المبلغ $1,000,000 تقريبا، حاجه زي كده، $1,000,000 هو بند تفعيل الشراء، فهو عايز يحاول يقلل المبلغ مع فريق التعاون، عشان كده ده التاخير. اما مصطفى فتحي فنهاها عشان نخلص من الموضوع ده، محدش يجيب تاني سيرة مصطفى فتحي موجود في الاهلي، لا. بناء عليه خدوا الخبر الحصري مع عمرو الاهلاوي اللي قلت قبل كده ان في جناح قوي موجود في الجيش الملكي الاهلي بيتفاوض معاه من فتره، ولما مصطفى فتحي ظهر في الموضوع قال لك نشوف مصطفى فتحي زي بالظبط امام عاشور وليد الكارتي، نفس القصه بين سليم جناح الجيش الملكي وبين مصطفى فتحي. ودلوقتي الاهلي بدا يبعت العرض الرسمي للجيش الملكي لسليم. القصه كلها برضه الناحيه الثانيه واقفه على مادين، الاهلي بعت عرض بمليون و250 الف دولار، النادي الجيش الملكي عايز فيه 2,200,000 الف دولار، فقصه برضه ماديا. والاهلي خلاص برضه هيوصل لحل وسط وهيخلص الصفقه دي. الصفقه اللي قلت لكم مش هتلاقوها عند اي حد ومحدش يتكلم في تفاصيلها الا زي ما بيقولوا حصري مع عمرو الاهلاوي. سليم جناح الجيش الملكي قريبا في النادي الاهلي، واقفه برضه على الرتوش الاخيره.
عندنا بعد كده الاسماعيلي مبروك قعد في الدوري، مبروك، ربنا يكرمه ويحل مشاكله، ما يبقاش الموسم اللي جاي بيتكلم كمان في هبوط تاني. يا ريت ما نشوفش الاسماعيلي في الموقف ده تاني. كل قصتنا مش مع الاسماعيلي وعلى مجلس ادارته قوي قد ما مشكلتنا مع جمهوره اللي بقى مليان غل وحقد من ناحيه جمهور الاهلي ومجلس ادارته، وبنسبه كبيره برضه جزء على مجلس الاداره اللي بيقعد يسخن جمهوره. طبعا سمعنا في مباراه الاهلي الاسماعيلي والداخليه اللي فاتت سباب جماعي لجمهور الاسماعيلي للاعيبه الاهلي وجماهير الاهلي، سباب بافظع الالفاظ باهاليهم وابهاتهم وامهاتهم. ايه ده كله، والجماهير باهاليها وابهاتها. ما شفتوش بقى بيتكلموا على جمهور الاهلي، ما بيقولوا هتنزلوا مش هنزلوا، ما فيش حد اللفظ سمعناه لفظ خارج. كنتوا بتتكلموا ماسكين جمهور الاهلي تقطيع بعد مباراه الاهلي والاسماعيلي، وشوفوا الجمهور شاف ايه، ولجنه الانضباط طلعت وقفت الجمهور وشافت الجمهور. هل بقى لجنه الانضباط ما شافتش الالفاظ اللي زي ديت اللي اتقالت في مباراه الاسماعيلي؟ شافت وطلعت، وايه 2500 مشجع، اخترتوا 2500 من 5000 اللي موجودين، 6000 اللي موجودين في مباراه الاسماعيلي والداخليه بالسباب العلني بالمنظر ده. انا كنت نفسي اشوف عقاب اقوى من كده لجمهور الاسماعيلي، عشان اعتقد مصر كلها سمعت الالفاظ السيئه اللي اتشتم بيها جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. يا ريت نشوف عقوبات اقوى من كده بالذات مع الحدث، ما تقارنوش بجمهور الاهلي باللي حصل في مباراه الاسماعيلي والداخليه. بعد كده عندنا مباراه الاهلي والزمالك، وبكره ان شاء الله الساعه 8:30، مباراه مهمه وهتفضل طول عمرها مهمه، لان بين فرقتين القمه اللي احنا اتعودنا عليهم وتربينا ان هي ماتش مهم وماتش ليه قوه خاصه في الكوره المصريه. اتغيرت الاوضاع واتغيرت الافكار بعد ما الاهلي خد الدوري، غير ما قبل كان الاهلي ياخد الدوري، او كان الاهلي لو فضل مستني مباراه الزمالك ان ياخد فيها الدوري، غير دلوقتي ما هو رايح واخد الدوري. الفكر اتغير عند الزمالك مش من عند الاهلي. ليه عند الزمالك؟ لان انا بقول لكم والكلام ده اقوله لكم ووصل لي فعلا، ان المباراه دي كان هيديرها مدحت عبد الهادي لو الاهلي ما كانش واخد الدوري، كان مستني الدوري في مباراه الزمالك، كان مدحت عبد الهادي مش اسيريو دي طريقه واحده ما بيغيرهاش، عقيده هجوميه ما بيغيرهاش. لو الاهلي كان واقف على الدوري في المباراه دي كان الزمالك هيلعب دفاعيا، مش هيفرط على الاقل في تعادل النقطه، ان الاهلي ما يحتفلش في استاد القاهره وسط جماهيره قدام مباراه الزمالك. ده كان هدف الزمالك، وده اللي اتقال لأسيريو قبل ما يتوج الاهلي بالدوري، ان المباراه دي ليها طابع خاص وما ينفعش ان الاهلي يحتفل على حسابنا، لا ياخد النقطتين من اي حد تاني، ما ياخدهمش على حسابنا. وده كان كمان فكر جمهور نادي الزمالك، ان مش مشكله نكسب، مش عايزين بس نتعادل، الاهلي ما ياخدش الثلاث نقط دول، ما يحتفلش قصادنا. اما دلوقتي الفكر اختلف، وان الزمالك عايز ينزل يكسب، والاهلي كده كده نازل يكسب، خد الدوري ما خدش الدوري كده كده نازل يكسب، بدليل ان في اجتماع الخطيب ومستر كولر على درع الدوري هتسلم امتى، طلب مستر كولر بعدم تسليم الدرع الدوري في مباراه الزمالك قبل ما يخاطب الخطيب اتحاد الكوره، فرفض تسليم درع الدوري في مباراه الزمالك، وقال للخطيب المباراه رسميه وعايزه تفضل رسميه وليس مباراه احتفاليه. طلع مستر كولر الناشئين في المباراه دي، طلع ناشئين، بس انا بقول لكم توقعات عمرو علاوي ان مستر كولر يلعب بالتشكيله الاساسيه كلها موجوده، وهيلعب على نهائي المباراه في شوطها الاول كمان. لو المباراه ارتاحت
ونخلصها هيبدأ يطعم بشوية ناشئين طلعهم وهو معجب بيهم، وهيبقوا موجودين في مباراة الأهلي والزمالك، موجودين على الدكة. توقعات عمرو علي وتشكيل النادي الأهلي: هيلعب بالشناوي، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، آل ديانج لو جاهز وموجود مع مروان عطية، وعندنا الثلاثي الامامي حسين الشحات، بيرسيتاو، كهربا. ولو الو ديانج مش موجود هيبقى البديل كوكا بعد رجوعه من المنتخب. لو ما كانش كوكا هيبقى في عندنا قفشه بيلعب الحته ديت، وفي كمان فخري او القندوسي. فلو ديانج مش موجود عنده البدايه يا جماعه، محدش يقلق عشان كل الناس يا جماعه ديانج هيلحق ومش هيلحق. لا، الحمد لله مستر كوره مجهز اللعيبه كلها، وعنده البديل للجنرال. قلت لكم في 3 لعيبه جاهزين، وبالاخص عندك كوكا والقرنوسي وممكن كمان قفشه، واخرهم وهو فخري. ان شاء الله توقعاتي للنتيجه ان الاهلي هيفوز 3-0. الاهلي هيفوز 3-0 باذن الله. وبكره ان شاء الله نتقابل في حلقه جديده مع عمر الاهلاوي، واحنا بنحتفل بالدوري تاني واحتفالنا بمباراه الزمالك. اشوفكم في حلقه جديده.